المخدرات بتقتل الفراغ فعلا. وانا متضايق جدا من الوضع اللي حصل لي من 5 سنين. الفكرة ان الناس بتبقى مشغولة وبتبقى قاعدة في وسط شغلها، قاعدة في وسط اولادها، قاعدة جوه العيلة وقاعدين مع بعض ماسكين الريل وبيقلبوا. ايه البوصلة اللي ممكن تخلي الانسان يمشي في طريقه وحاسس ان هو او شبه متأكد ان هو ده الطريق الصح؟ بص يا كريم، خلينا نبسط الموضوع كده من البداية. بداية كده أعمل إيه؟ أفهم بما فيها أفهم كده. اللي يعرف الآية وفي أنفسكم، يعني بص في نفسك، دماغنا عاملة إزاي. الكلام اللي أنت بتقوله ده كله، سواء نجحنا أو فشلنا، طالع منين؟ السورس بتاعه دماغنا. إذا أنت محتاج تفهم دماغك دي شغالة إزاي. وهنا لازم نقف عند حتة مهمة جدا. القشرة الدماغية، اللي هو المخ يعني، بيغطى بالقشرة الدماغية اللي هي بتيجي كده درسناها في البيولوجي، او حتى بتجيب كده اللي هي الحاجات المتعرجة دي. القشرة الدماغية دي مليانة مراكز او متغطية بمراكز. المراكز دي عاملة زي شبكة الطرق دي هنسميها الدي ام ان، او الشبكة الافتراضية للدماغ.